السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ امور هانيه؟ كلشي بخير. اليوم في قناتي وقناتكم تسنيم الوردي. تصبحوا تربحوا. لاباس عليكم؟ امور هانيه. مرحبا بكم من جديد في قناتنا، في وصفه جديده وفي شيوه جديده كيف ما العاده. اليوم مع وصفتنا الجديده وهي كيك بحله جديده وبنكهه جديده. الا هو غنديروه بالتفاح. نبداو بالمقادير وبعدين طريقه التحضير. عندنا جوج تفاحات، نص كاس اولا كاس الا ربع ديال الزيت، عندنا ربع كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، كاوكاو محمر في الفرن، وجوج بيضات، فاني، وجوج خمارات. عندنا التفاح باش نعسلوه، معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال القرفه. غنبداو الان بتحضير التفاح. نبداو مع تعسال التفاح في هاد الكيكه. غنعسلوه بواحد الطريقه زوينه باش يجي لذيذ. هانتوما غتشوفوا معانا. غنديروا جوج تفاحات في المقيله ديالنا كما كتشوفوا، نديروا فوق عليهم معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال السنيده هكذا، ونديروا عليهم معلقه ديال الزبده كبيره، عفوا نسيتها غنمشي نجيبها. معلقه ديال الزبده صافي. الان غنديهم فوق البوطه ونخليوهم يهبطوا على عافيه مهيله حتى يتختر لينا داكشي ويولي معلك، ونرجع نوريكم النتيجه ديالو كيف ولا. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما درنا التفاح ديالنا يتعسل وخليناه على خاطرو، دابا غنجيو نطربوا البيض ديالنا. درنا جوج بيضات هنايا، نديرو كاس لارو بسكر. شوفوا معايا الصوره واش تكون واضحه. فاني، نطربوا الكل جيدا حتى يولي القوام ديالو كريمي وتضاعف الحجم ديالو، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا كيفاش القوام صباح. نطربوا كلشي جيدا ونتلاقاو من بعد. اذا كما كتشوفوا دابا غنبقاو نخدموا فيه حتى يتضاعف الحجم ديالو ويولينا القوام ديالو سمين واللون ديالو ابيض. نخدموه مزيان. السر في هاد الكيكه ان خصو يتخدم مزيان البيض. كما كتشوفوا ها هو كيفاش صبح على هذا الشكل. القوام ديالو ثقيل وعاقد واللون ديالو ابيض. هكا نعرفوا ان البيض ديالنا طلع لينا ونجح. الان غنضيفوا زيت بطبيعه الحال، وحنا كنخلطوا ما نوقفوش من الخلاط باش البيض ما يهبطش لينا، باش البيض ما ينزلش. نديروا الحليب كذلك وحنا كنخلطوا كذلك باش البيض ما يهبطش لينا، لان لا هدينا من التخلط وحنا كنكبوا البيض غينزل وما يبقاش طالع لينا والكيكه ما تجيش زوينه. دابا غنديروا خماره الاولى وكذلك الخماره الثانيه. قبلوا علينا معنا البنيه ديالنا الا كان شي ازعاج ولا شي حاجه، راكم عارفين الوليدات الصغار. دابا غنضيفوا الطحين تدريجيا حبه حبه حتى نوصلوا للقوام المطلوب. اذا نوصلوا للقوام المطلوب ونتلاقاو. اذا مرحبا بكم من جديد. من بعد ما داك الكاوكاو اللي ورينا قبيله درناه في الهاشوار شويه ولا على هذا الشكل للتزيين بطبيعه الحال. التفاح ديالنا اللي تعسل ها هو معسل ومعلك كما كتشوفوا. ما نطيبوهش بزاف حتى يتعجن، لا نخليو الطيفات كيبانوا شويه باش يجينا المنظر ديالو زوين وباقي غيطيب في الفران ديالنا
ما نساوش ها القوام ديال العجين كيفاش ولا. بعد ما مددناه على المول كامل جات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا طريقه التزيين غنوريوكم. نزينوها نوزعوا هذاك التفاح على الكيكه ديالنا كامله باش يجي فيها لذيذ، وملي غيطيب لينا غينزل غيتغمس لينا في الكيكه يجي يا سلام. صراحه كتجي صحيه هذه ديال التفاح بهذه الطريقه هذه، والقرفه لذيذه صراحه كتجي صحيه كتجي رائعه. جربوها بهذه الطريقه هذه، الوليدات الصغار يحماقوا عليها. ديك القريفه ديالنا حتى هي دابا غنديرو كاوكاو. نوزعوه بهذا الشكل هذا. نملؤوا الفراغات اللي كاينين باش ما يبقى يبان لينا حتى شي فراغ. صافي هكا كتجي مقومه وعامره وزوينه كتجي يا سلام. ندخلوها الفران على عافيه مهيله غير من التحت حتى تطلع لينا الكيكه ويضاعف الحجم ديالها، وعاد ديك الساعه نشعلوا عليها من الفوق حتى تحمر وهي واجده. ونخليكم مع الشكل النهائي في الاخر. وما تنساوش جيم وسبسكرايب كومونتير زوين بحالكم، وبسلامه عليكم.